مصر في مكانة عالمية من خلال تكنولوجيا المعلومات. قرروا كمان ان هم يطلقوا على انفسهم Arab Block. طب ايه الغرض من وضع مصر في مكانة عالمية في تكنولوجيا المعلومات؟ وايه المقصود بتكنولوجيا المعلومات؟ والنتائج المترتبة على الموضوع ده ايه؟ كل الامور دي هنعرفها من خلال الضيوف اللي بيشرفوني النهارده في الاستوديو. بيشرفني محمد سعد، استشاري نظم معلومات، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. مشرفني بتنورني. اهلا كمان وسهلا. مشرفني احمد الخولي، استشاري نظم معلومات، اهلا وسهلا اهلا بيك. وسهلا. طبعا وضيفي المعتاد اللي حضراتكم طبعا عارفينه، شريف الرويني، استشاري نظم معلومات، اهلا وسهلا بيك يا شريف. اهلا وسهلا. يعني احنا دايما بنبتدي بيك بس أيوة. المره دي بقى نخليها فهبتدي بمحمد كده واعرف ايه موضوع فكره ارب بلوك والغرض منها ايه؟ تمام. انا اولا برحب بيك وبشكرك على استضافتنا. اهلا بيك. هي الكتله العربيه دي فكره يعني مستوحاه من ان احنا عملنا دراسه على كل الكورسات اللي بتقدم على اليوتيوب وباللغه العربيه. لقينا المحتوى العربي ضعيف، فلقينا المحتوى العربي ما يقدمش الراجل الخارج من كليه هندسه او الراجل اللي عايز يتعلم الاي تي ان هو يكون مش زي الدول الاوروبيه، مش زي الدول اللي هو يقدر يقدم الخدمه المعلوماتيه بشكل زي اوروبا. يعني الماده العلميه اللي تقدر تفيدني على اليوتيوب كلغه عربيه او بالعربي مش موجوده بقدر كافي، فما تقدرش تفيدني لو انا حابب ان انا اكون اي تي. هتقدمك لكن هتديك لحد مستوى معين. اوكي. عشان تكمل بقى وتدخل على المستوى العالمي والتكنولوجيا المعلوماتيه بشكل عالمي مش هتقدر. فاحنا عملنا تحليل لكل الفيديوهات وبدانا ان احنا نشوف ايه اللي محتاجينه ككورسات ادفانسد بشكل ينقل الطالب من ان هو اللي بيدرس من سينيور، من حاره جونيور لسينيور. فعملنا دراسه على كل الفيديوهات دي مع المهندسين احمد الخولي وشريف وبعض اصدقائي، وبدانا ان احنا نقسم الادوار بيننا وبين بعض. كل واحد متخصص في حاجه معينه يبدا يشوف ايه اللي يقدمه في الفيديوز او ايه اللي يقدمه في الشروحات. كمان احنا عملنا حاجه بيننا كده جميله. شروحات مقصود بيها ايه؟ شروحات الكورسز نفسه، يعني احنا بناخد الكورس بنشرحه فور ادفانسد، فور ان احنا بنقدمه بشكل كواليتي عالمي زي ما بنشوف في الدول الاوروبيه والدول الامريكيه. فبدانا ان احنا نعمل الدراسه دي واشتغلنا عليها وبدانا نشتغل عليها ونقسمنا الادوار كلنا، وعملنا حاجه جميله ما بيننا، نظام الكواليتي. يعني ايه كواليتي؟ يعني الفيديو اللي موجود باللغه العربيه على اليوتيوب ملوش اي مرجع، في اخطاء كتير على الفيديوهات وده اللي احنا لاحظناه في الدراسه. بدانا ان ده احنا للاخرين. اوكي. بدأنا ان احنا نشوف الفيديو ده. مثلا انا محمد سعد مثلا عملت فيديو عن حاجه معينه، ببدا اديه لاحمد الخولي وهكذا. احمد الخولي عمل فيديو بيديهوني وشريف عمل فيديو بيديهوني، وانا يعني بنشير الفيديو بيننا وبين بعض بحيث ان الفيديوهات بتطلع بكواليتي معينه، المعلومات اللي تكون فيها تكون صحيحه. تمام. ده بعد تصوير الفيديو ولا من قبل؟ يعني ده بعد تصوير الفيديو. اسمها فتره تحضير كده؟ لا ده بعد تصوير الفيديو طبعا. بقدم الفيديو للشباب وبيشوفوا هل كويس الفيديو ده فاليد ولا مش فاليد. طيب خولي، الاهداف، هل الاهداف بتندرج تحت هدف واحد هو اعداد اي تي ولا هناك اهداف اخرى؟ لا، هو في المقام الاول مش طبعا اعداد اي تي ناجح ده هدف اساسي. لكن مع مرور الوقت هو الفكره بدات صغيره، لكن مع مرور الوقت بدانا نحط افكار ممكن تبان طموح شويه. بمعنى مثلا احنا حاليا عملنا دراسه لحاجه مقترحه شكل التريننج سيتي او مدينه التدريب. الهدف نعمل مدينه تدريب عالميه نستقطب بيها ناس جايه من بره مصر تتعلم. ده لكذا سبب: موقع مصر الاستراتيجي والكلام الجميل اللي بنسمع عنه طول الوقت. لكن في المقام الاول كمان احنا عندنا مثلا دوله زي الهند فيها بعض المدن العالميه المشهوره جدا بمجال التدريب، بتقدم الخدمه بشكل رخيص جدا وبشكل ممتاز وجودته عاليه جدا، رغم ان المصريين ليهم صولات وجولات في المجال دوت. ويمكن يعني في مفاجاه مثلا على سبيل المثال: الواي فاي، تكنولوجي الواي فاي اللي موجوده في اي موبايل واي لابتوب ده اختراع مصري. مخترع مصري اللي عمل كده ويعني وكان عايش في كندا واخترع الموضوع ده. فكان الهدف مثلا ده واحد من اهدافنا الكبيره او الطموحات الكبيره جدا. فتعالى نتخيل سوا لو احنا جينا في مكان مساحه ارض واسعه وعملنا فيها تريننج سنتر، طبعا بدعم استثماري، يعني مستثمر هيستثمر معانا او حتى الحكومه تستثمر معانا، ونبدا نعمل مركز تدريب او مجموعه مراكز تدريب متتاخمه عالميه بتخضع لقوانين الجوده وما شابه. فمثلا لو افترضنا ان في مجموعه عرب عايزين ياخدوا كورس، بيروحوا الهند لانه رخيص جدا، الهند رخيصه جدا والكواليتي عاليه جدا، فاسهل لهم اكيد ان هم يجوا مصر.
لان فرق اللغه وفرق ورخص الحياه في مصر، مصر ستيل برضو دوله بتسع الجميع ورخيصه شويه في الحياه. بس الهند ارخص شويه. الهند ارخص، بس في مميزات لمصر اللي يخلي اخواننا العرب كلهم بيجوا للسياحه بس. تمام. فهيبقى في فرصه كمان للسياحه والتعليم. السياحه انواع، يعني انت عندك السياحه التعليميه بالظبط، وانا علشان كده احنا بنحاول نتكلم في السياحه التعليميه الى جانب عارف ان لما يعني عندنا انستراكتورز او مدرسين في مجال الاي تي مصريين بيجوبوا العالم العربي وبره كمان. يعني احنا عندنا مدرسين مشهورين جدا، يمكن بحكم شغلي في واحده من اكبر المراكز التدريبيه عارف ان احنا بنمد العالم كله بالمدربين. فدي كانت فكره واحده من افكارنا او واحده من طموحات الارب بلوك. الفكره دي لك ان تتخيل ان على سبيل المثال الهند الدوله اللي احنا بنحلف بيها دلوقتي في مجال التكنولوجيا، لا الهند اللي عملت حاله تطور وقفزه بالظبط، يعني بس خلينا نصنفها او نحطها ما بين قوسين صح يعني بالظبط. يعني الهند نقلت نقله غير طبيعيه. يعني الهند في بدايه السبعينات او في منتصف السبعينات بالظبط فكروا، حد كان رئيس وزراء عبقري عندهم فكر طب احنا عايزين نطور الهند، ما عندناش اي ريسورسز غير الهيومن، ما عندناش اي موارد غير الموارد الانسانيه البشر البني ادمين. فبدا يستقطب رؤوس الاموال اللي كانت بتجوب العالم، الهنود مشهورين بتجاره الالماظ والذهب، وبدا ياخد منهم فلوس على اساس استثمار طويل الامد. الهند في سنه 92 كانت بتصدر تقريبا سدس تكنولوجيا العالم، لان الدوله دعمت ان الشباب يتعلموا التكنولوجيا، فبقت النهارده دوله عظيمه. طبعا. عند 99 وظهور مشكله ال2000 الهند كانت حلت تقريبا 94% من اجمالي المشاكل. طيب. احنا في مصر عندنا القدره ان احنا نعمل كده بسهوله جدا، ودي واحده من افكارنا. تخيل احنا نعمل فيدباك او تغذيه مرتده هناخد ندي الكورسات ببلاش لمجموعه كتير من الشباب، ونقدر بعد كده نعمل بيهم ببلاش. طبعا الارب بلوك مجانيه تماما. احنا ما بناخدش من اي حد فلوس، لكن انا اقصد ببلاش لاعداد الاستاف، لاعداد الشباب منحه علشان تعد المدرسين اللي هيشتغلوا في التريننج سيتي. كويس. عندنا حملات كتيره شغاله في مصر، حمله حرفتك بايدك وتعلم نجاره وحداده، كلام جميل على دماغي من فوق، لكن لما يبقى شاب جامعي خريج هندسه ومستعد انه يبقى انستراكتور كويس، اعتقد ان الدول اللي بتدعمنا علشان او المنظمات الحقوقيه والانسانيه اللي بتدعمنا علشان نعلمهم حرفه، لا ممكن تستثمر معانا فلوس في مقابل ان احنا نبقى نرجع تاني لمكانتنا. اكيد. شريف، يمكن الاهداف اهداف رائعه وانا امل واتمنى انه يتحقق، بس طبعا عشان نقول ان احنا عايزين نحقق ده لازم بيكون في دراسه للامور اللي حوالينا. هل انتوا شايفين كفريق عمل ان احنا نقدر بالفعل ان نضع مصر في مكانه عالميه في تكنولوجيا المعلومات، ولا صعب؟ او لو هو صعب ما هي المعوقات اللي ممكن تقابلكم وازاي بنقضي عليها؟ طيب بص، انا في البدايه بس كنت عايز اقول حاجه. اتفضل. العرب بلوك دول مجموعه من الشباب، مش عايز اقول ان نخبه النخبه، بس فعلا دول شباب عندهم خبره طويله قوي في مجال تكنولوجيا المعلومات. لما جينا كده فيهم هاكر ولا حاجه؟ كل حاجه اللي انت عايزه موجود. حضراتكم فاكرين حلقات الهاك اللي احنا عملناها مع شريف؟ صحيح. احنا في المجال بتاعنا جينا وقفنا وقفه كده قدام نفسنا واحنا شغالين، ولما وصلنا للمرحله دي من الخبره لقينا ان مصر يعني ليه ما تبقاش هي ليها وجه الصداره في مجال تكنولوجيا المعلومات. تمام. وعايز اقول لك على حاجه، دلوقتي انفورميشن تكنولوجي يعني تقدم. كويس. صح. يعني اي دوله عايزه تتقدم ده الانفورميشن تكنولوجي. الانفورميشن تكنولوجي دلوقتي يا جماعه بتتحكم في كل حاجه. صح. عسكريا، اقتصاديا، البيزنس، كل اي بيزنس، اي مستثمر عشان يجي بيحتاج دعم انفورميشن تكنولوجي عشان يقدر يقوم البيزنس بتاعه. كويس. المهم ان انا عايز اقوله ان احنا فعلا قررنا ان احنا نفكر ازاي نحط مصر في الصداره. من خلال العرب بلوك ابتدينا نحط مجموعه افكار دلوقتي احنا ماشيين في مجموعه اهداف او خطوات. في خطوات احنا اوريدي ماشيين فيها دلوقتي عشان نوصل بعد كده حاجه اسمها الاهداف المستقبليه. اللي هي الاهداف المستقبليه زي ما قلت لحضرتك كده، ان احنا نحط مصر في الصداره. ازاي بقى نحط مصر في الصداره؟ تمام. بص، مصر فيها مجموعه من الكوادر في تكنولوجيا المعلومات لو استغليناهم، واحنا ابتدينا نستقطب دول فعلا ونعمل فريق عمل كبير قوي. احنا بنفكر ان احنا نستقطب كمان الناس اللي بره في مجال تكنولوجيا المعلومات في الدول المتقدمه، ونستقطب تكنولوجيا المعلومات العالميه اللي بره ونرجع نصدرها من داخل مصر. كويس. تخيل الموضوع. يعني كانك انت بتجذب الناس دول وترجع تصدر الكلام ده من داخل مصر. كويس. تمام. كويس. ده هيتم ازاي؟ في مجموعه طبعا خطوات هتتم، بس انا من ضمن الحاجات اللي انا بحلم بيها ان احنا نعمل، يعني من ضمن الحاجات بجانب اللي احنا بنعمله، نعمل قناه مثلا فضائيه
تبقى هي دي بس متخصصه في التكنولوجيا والمعلومات. وعلى فكره عايز اقول حاجه، مفيش لا في الدول العربيه ولا بره حد عامل حاجه زي كده. يعني احنا لو شبهناها مثلا ممكن نشبهها بناشونال جيوغرافيكال مثلا، ممكن نعمل حاجه زي كده بنفس المستوى ده بنفس الليفل. طب ماشي، ما انت لو عايز تعمل ده ما انت محتاج راس مال. راس المال هتحصل عليه منين؟ هل معتمد على فكره المستثمر، ولا معتمد على فكره ان الدوله تساند، ولا معتمد على ايه بالظبط؟ هنعتمد اول حاجه على نفسنا، ان احنا نعد فريق. الفريق ده لما نيجي نتكلم بعد كده مع مستثمر زي ما حضرتك بتقول، نتكلم واحنا فعلا واثقين وعاملين دراسه مستفيضه بحيث ان هو يأكسبت الفكره بتاعتنا. كويس. الحاجه الثانيه طبعا احنا محتاجين دعم من الحكومه. في الفتره اللي جايه ديت لازم فعلا الناس المسؤولين في الحكومه يعملوا سبوت قوي على الموضوع دوت، موضوع الانفورميشن تكنولوجي زي ما قلت لحضرتك، تقدم يعني انفورميشن تكنولوجي. نعم. تمام. فلازم الحكومه تدعمنا، ده شيء يعني لا جدال فيه. لا جدال فيه. تمام. عشان كده احنا في الخطوات بقى اللي احنا بنعملها دلوقتي، احنا بنحاول بقدر الامكان نسمع نفسنا. واخترنا البرنامج عندك دي كانت يعني اللجنه الاولى او المبادره الاولى بالظبط كده، ان احنا نطلع من عندك ونبتدي في الايام اللي جايه ان شاء الله، يعني عاملين حمله بحيث ان احنا نسمع بس فكره العرب بلوك ونقدر نوصل للناس بقدر الامكان باذن الله. بس خلونا ناكد ايه هي الشروحات اللي انتوا هتستخدموها علشان في نهايه الامر يبقى في اقبال عليها. تمام. احنا بنقدم شروحات مختلفه عن كل اللي موجود على الانترنت وعلى اليوتيوب بشكل عام. يعني مثلا احنا بنقدم حاجه احنا عاملينها عندنا على البلاي ليست عندنا على اليوتيوب اسمها ارب بلوك شو. بمعنى ان انا الطريقه العاديه اللي هو حد بيجي بيحط سكرين وبيشرح هاو تو انستول، هاو تو ديستريبيوت، هاو تو ديبلويمنت، الحاجات دي. الحاجات دي الشخص نفسه اللي عايز يستفاد هو ممكن يجيب الحاجات دي. احنا بنحاول نزرع في اللي بيسمعنا ازاي يفهم. هدي لحضرتك مثال بسيط جدا. لما حد بتفتح صفحه انترنت، ايه الباك جراوند اللي بيحصل؟ يعني كتبت www.google.com، ايه اللي بيحصل؟ احنا بنشرح له بقى اللي بيحصل، ان في 1 2 3 بيتم في الباك جراوند، لازم تكون تفهمه. لان الفرق بين الحد العادي والحد الاي تي هو اللي بيبقى فاهم في ايه اللي في الباك جراوند، التفاصيل نفسها. انما الثاني زي ما بنقول كده الخط العريض بس. تمام. عشان كده انا مثلا عملت فيديوهات كتير، انا واحمد الخولي وانا وشريف بنقعد مع بعض اكنه شو، وبنتكلم مثلا عن حاجه معينه تكنيكال. بنتكلم مثلا في حاجه وانا ببدا بتقمص دور اللي بيسمعني. بمعنى دايما اللي بيروح ياخد كورس ب 15000 جنيه وب 20000 جنيه بياخده ليه؟ عشان يكون انتر اكتيف مع الانستراكتور. انا باجي في فيديوز لا ويكتسب معلومات. صح. احنا محمد قصده انتر اكتيف يعني متجاوب، يعني يسال ويرد. تمام. انا بحاول اعمل ايه؟ بحاول مثلا مره اتقمص دور اللي بيسمعني وابدا اقعد مع احمد مثلا ونتكلم في موضوع وابدا اساله اكني ما اعرفش حاجه، كانك بتتعلم، وهكذا. واحمد برضه نفس الكلام بيتكلم معايا في موضوع. بعمل كده مع شريف بالظبط كده. ما انا برضه عايز اقول لك على حاجه. احنا من ضمن الاهداف انت عارف يعني احنا بنتارجت برضه فئتين. في ناس بيبقوا لسه مثلا خريجين من الكليه ومش عارفين يحطوا يعني رجلهم على الطريق الصح. واخد بالك يبتدوا منين؟ بيبقوا تايهين. واخد بالك؟ لا احنا بنجيب تعالوا خش على عرب بلوك، شوفوا لو انت عايز يعني اصل مجال الاي تي كذا فرع يعني كويس، فهو تايه مش عارف يعمل ايه. تمام. فاحنا بنوجهه. دي حاجه. الحاجه الثانيه في ناس بقى التكنيكال اللي هم الادفانس المتقدمين بيبقى محتاج شويه معلومات تكنيكال، هو محتاج ناقصها وهو محتاج يكملها بالظبط. احنا بنديله الخبره العمليه. فاحنا ما بنديش نظري كمان يعني بقى حاجه كمان. احنا مش بندي نظري، لا احنا بندي خبره عالميه من خلال اللي احنا اتعلمناه في الشركات العالميه اللي احنا اشتغلنا فيها. طيب بس هو في نقطه بقى مهمه جدا، ان في بعض المؤسسات الموجوده تبع الدوله او مؤسسات خاصه بتهتم بتكنولوجيا المعلومات. انتوا هتختلفوا في ايه برضه؟ يعني الفروق، انت لما تجذبني ان انا اجي لك اكيد في سبب تخليني اسعى ليك واترك الباقي. طيب اوكي، يمكن واحده من الاسباب اللي هتخلينا مختلفين ان احنا بنفكر بشكل للمستقبل. يعني اغلب الشروحات اللي عملناها كانت تكنولوجيا واقعيه وحاليه وموجوده، لكن كمان احنا بنتكلم في تكنولوجيا المستقبل اللي جاي، زي تكنولوجيا البيج داتا، زي تكنولوجيا الديفاين سوليوشنز، حاجات مش هتلاقيها في اي مكان تاني غير في الارب بلوك. واحنا عملنا بحث كفايه يوصلنا لدرجه ان احنا نقدر ندي الكورس ده، لكن او نشرح الدوره ديت. لكن في حاجه تانية برضو محتاجه اوضحها، سبب اهم من دوت يخليني اتميز عن باقي. اولا زي ما محمد وشريف قالوا ان في فيديوهات كتير موجوده على الانترنت سواء عربي او انجليزي، لكن الفيديوهات دي بتشرح الدوره الاكاديميه او منهج اكاديمي بيتكلم في خطوات تقليديه، ازاي تنزل السيرفر، ازاي تشغله، ازاي. لكن احنا في الاساس بنبدا باكتر من جلسه
بتحضر الشباب او بتحضر الناس اللي بيسمع الفيديو بتاعنا لمبدأ العمل، الكونسبت، ازاي اصلا التكنولوجيا دي شغاله. بمعنى يعني خلينا اوضح ان في مش عارف ممكن ناس كتير ما تفهمش الموضوع دوت، لكن في اكتر من نوع من انظمه التشغيل لاجهزه السيرفر. في مثلا ويندوز، في لينكس، ففي حاجات بتشتغل على الويندوز وفي حاجات بتشتغل على لينكس. دايما الشرح بيروح ناحيه ايه اللي بيشتغل على الويندوز او ايه اللي بيشتغل على لينكس، لكن لان ده الاكثر شيوعا. بالظبط. احنا بقى شرحنا ازاي الفكره بتشتغل او ايه اللي في الباك جراوند، لان جهاز ويندوز وجهاز لينكس لما بيشتغلوا مع بعض بيبقى في بينهم بروتوكول تعامل، لغه وسيطه. كويس. احنا بنفهم البروتوكول دوت كويس. فيبقى عندك القدره على اداره السيرفر من هنا او من هنا. انا عايز اضيف حاجه كمان، من الحاجات اللي عايز اضيفها ان احنا كارب بلوج جروب او تيم بنعمل ايه. يعني احنا كتيم لازم يكون في بينا تيم وورك بشكل اللي هو في سيكونس احنا ماشيين بيها. الفيديوز بيمر بمراحل، الفيديوز بيمر من مرحله ان احنا هنتكلم في ايه لحد ما يخرج. زائد بقى ان احنا بنتفادى حاجه بتحصل في كل الفيديوهات العربي، ان مثلا لو انا بشرح لوحدي، احمد بيشرح لوحده، شريف بيشرح لوحده، ممكن انا يصدف ان انا بشرح كورس معين في نفس الوقت كنت شريف بيفكر. التيم ورك احنا بنقسم الشغل ما بيننا، يعني بيكون الشغل عارف كل واحد عارف عليه ايه وايه السيكونس اللي بيمر بيها. ما هو ده انت بتتكلم على جزء تنظيمي بينكم وبين بعض. ما هو ده اللي بيميز بقى. حضرتك سالت ايه اللي بيميز؟ ما هو ده برضو، ما هو ده بيجي من فكره ان احنا بنشتغل بخطه. صح. بس فده الخطه موضوع. انما انا بقى لما اجي اتكلم، انا كشاب دلوقتي بسمعكم وعايز اجي انضم ليكم، طب انا هاخد وقت قد ايه اساسا عشان اكون مؤهل؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه مهمه احنا بنعملها كل شهر. احنا كل شهر بنعمل ايفنت عن عالم تكنولوجيا معين. يعني مثلا بس هو كان في صوره من دلوقتي الايفنت بتاعنا ده حضور حقيقي، يعني كنا بنبقى موجودين. ده من ضمن الشروحات اللي احنا ده شكل من اشكال الشروحات اللي محمد كان اتكلم عنها. المتعلم والمعلم. بالظبط. تمام. ده من ضمن الشروحات ده. كويس. وده برضه من ضمن يعني دي طرق. يعني الشباب لو دخلوا هيكتبوا ارب بلوك ده اكيد على اليوتيوب هيشوفوا الفيديوهات دي. ان شاء الله موجود. احنا لينا صفحه تمام، ولينا جروب على الفيسبوك. انا عايز اقول لك ان احنا يعني في وقت قصير اللايكس بتاعها وصلت قد ايه، يعني بقى كتير جدا. اللي متابعانا الناس اللي متابعانا يعني في وقت قصير احنا حطيناها، بس احنا لسه في الفيز اللي هو الانيشيال اللي هو الابتدائي يعني. تمام. يعني لسه ما دخلناش في الحمله او ما دخلناش بمجهودنا كله. فانا برضو عايز اركز او فوكس. احنا كشباب لينا خبره عمليه في سوق العمل في المجال دوت. احنا لينا قدره اكتر ان احنا نتواصل مع الشباب اللي زينا، هم هيفهمونا واحنا هنفهمهم. كويس. تمام. كويس. بصرف النظر عن لو في مؤسسه حكوميه، المؤسسه الحكوميه بس بتجيب الشاب بتدربه. بالظبط. الصفحه الخاصه بينا دي ممكن الشباب ان هم ينضموا ليها. بس انا برضو ما زلت بطرح سؤالي المهم، لان الخولي قال لي لو هو بيكلمني بيقول لي ان احنا بندي كورسات للشباب وبنأهل الشباب عشان هيبقوا معانا ككاست عمل كفريق عمل. بالظبط. الشباب تاخد وقت قد ايه؟ وقت قصير. تمام. مده يا شريف؟ مده ممكن 6 في خلال شهور، لا سنة. في خلال 3 شهور 6 شهور بالكتير قوي هيبقى بروفيشنال. ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، ان احنا بنعمل ايفنت كل شهر. الايفنت ده مثلا كل شهر مثلا بنختار عالم معين من تكنولوجيا المعلومات، زي مثلا خدمه الفيرتشواليزيشن، مره مثلا عن الاستورج، مره مثلا عن السيستم سنتر. فاحنا كل شهر بنعمل حاجه معينه وبنعمل ايفنت ما يقرب من مثلا 1000 واحد او 2000 واحد، بنقول لهم ازاي تبدا في المجال، ايه النصايح من الشكل العملي. احنا خبرتنا مثلا 10 سنين او اكتر، فبنبدا نتكلم المفروض تبدا امتى ومفروض تشتغل ازاي ومفروض تذاكر ازاي، والطريقه اللي تخليك تكسب حاجه عمليه. يعني اغلب الشغل دلوقتي بيقول لك ايه، انا عايز اشتغل، طب فين الخبره؟ في معادله مش موجوده. فاحنا بنحاول نوفر له المعلومه دي، ازاي يذاكر، ازاي يشتغل، ازاي ياخد حتى خبره وهو مش شغال. لا وخاصه الاي تي، حتى لو معاك شهادات الدنيا كلها يقول لك تعالى اقعد عملي طبق لي. تمام. يعني انا عايز اكتشف. احنا شغلنا براكتيكال اكتر منه نظري عملي. تمام. انا ما ده انا بقول بقى، انت لما سالت السؤال في مؤسسات في الدوله ماشي، هو بيديله الكورس بعد كده خلاص شكرا. طب لا انا عايز اقوله لك في العرب بلوك جمعنا الناس التكنيكال البروفيشنال في مصر. تمام. وكمان احنا هنستقطب اللي بره تكنيكال، الناس اللي هم جامدين في التكنيكاليتي عشان ندي الحصول. اللي بره اللي هم ايه، مصريين برضو ولا عرب ولا اجانب؟ واجانب كله. كله تمام. كويس. ما احنا من ضمن الاهداف ان احنا هنبتدي نعمل ندوات ونبتدي نتكلم نراسل الناس بره الشركات العالميه، بحيث ان احنا نعمل جوه مصر، لان احنا بعد كده عايزين الكلام ده يعني نستقطب التكنولوجيا ونرجع نصدرها تاني. تمام. خد بال حضرتك؟ تمام. فهو دي من ضمن الاهداف بتاعتنا برضه. كويس. فاحنا خلاصه او عصاره الناس التكنيكال ديت هنبتدي نديها للشباب المتحمس معانا. تمام. او اللي عايز يدخل الانفورميشن تكنولوجي او عالم الاي تي.
كويس. الفترة ديت لما بدأتوا أكيد في إنجازات تمت، أهم الإنجازات اللي قمتوا بيها إيه؟ بما ان احنا فضلنا لفتره من الفترات في دنيا الانترنت، يعني لسه ما تواجدناش بشكل حقيقي. فاول فتره كان انجازنا عدد المتابعين وعدد المهتمين، عدد الناس اللي حملوا كورساتنا وعدد الناس اللي انضموا لينا. كويس. لكن مع وجود اجتماعات حقيقيه، اقصد حقيقيه يعني تواجديه بنفسنا، تمام. فكان جميل جدا ان الناس كتير بقت عارفانا. ناس كتير طبعا احنا على المستوى الشخصي مش فكره ان انا اتشهر او ان انا اتعرف، قد ما هي فكره ان الفيديو بيسمع يعني يأثر في الناس، يعني ناس فهمته الطريقه بتاعتنا. تفاعل. بالظبط، فكره التفاعل. وكمان احنا علشان بنستخدم اكتر من طريقه للشرح، بنخدم اغلب الناس. بس انا كان ليا توضيح صغير قوي على فكره المده لتجهيز اي تي كويس او اي تي ناجح، لان طبعا دي هتشغل الشباب دلوقتي. بالظبط. احنا في الحقيقه عندنا 4 اقسام بنشتغل فيهم في الاي تي، 4 اقسام في اي شركه، 3 متواجدين دايما، واحد ممكن يكون متواجد وممكن يكون لا. ده مشروح بشكل مفصل جدا. كل جزء ليه مستوى، كل نوع من الشغل له مستويات. في زي ما محمد قال جونيور هو مبتدئ، في سينيور، في انترميديت يعني مبتدئ ومتوسط زي اي شغل في الدنيا. فتره الاعداد دي بتتراوح بالنسبه لمستوى تلقي الانسان اللي عايز، ونوع الحاجه اللي هو عايزها، وشكل الحاجه اللي هو عايزها. بما ان الفيديوهات موجوده فيقدر يحملها ويشغلها في اي وقت هو عايزه، فالموضوع اب تو يو، يعني اعتمادا عليك انت وعلى قدراتك انت. هتقدر تبقى كويس في قد ايه. كويس. بس انا بطبيعه الحال لما احنا بنعمل اي عمل اكيد في صعوبات بتقابلنا. تمام. وبنكتشفها. تمام. ونبتدي نعالجها. اكتر صعوبه واجهتكم وبالفعل قدرتوا انكم تتخطوها؟ اكتر صعوبه واجهتنا فكره ان احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول الفيديو خالص، موضوع الكواليتي. يعني اغلب الناس اللي معانا انهي كواليتي؟ بمعنى هقول لحضرتك احنا اغلب اللي معانا استشاريين. يعني اغلب معانا مش ناس مثلا نص مستوى، لا، ناس استشاريين كلهم. ففكره ان انت كنت تقنع حد ان هو الفيديو بتاعك انا هسمعه وهعمل له مونيتور، ده كان صعب جدا. بالعكس لما بدانا نشتغل بقى بشكل عملي ونقول لهم يا جماعه لا، ده انا نفسي كمحمد هبدا ادي الفيديو لاحمد، وهكذا، واحمد يديني الفيديو، وشريف يديني الفيديو، فبدات الناس تقتنع. لان انا ممكن وانا قاعد بسجل فيديو او بشرح فيديو ممكن اقول حاجه غلط نسيانا. فده اهم صعوبات، ان احنا نخلي الفريق العمل عندنا مرجد بشكل كبير. طيب. ده اكتر صعوبه. جميل. انا في نهايه اللقاء اعتقد ان انا محتاج رساله منكم لكل الشباب اللي بتتابعنا، وكل واحد منكم اكيد جواه رساله معينه حابب ان هو يوصلها. فحابين تقولوا ايه؟ هبتدي بقى محمد. انا الرساله اللي احب اقولها للناس ان انت بدات المجال، ما ينفعش في حاجه اسمها حواجز، لازم تعدي الحواجز. لازم يكون طموحك قدامك، لازم هتحققه. مهما يكون في ناس بتقول لك ان مش هتحقق حلمك، او الموضوع صعب، او مجال الاي تي فيه صعوبات كتير. تمام. لازم تعلم. تاني حاجه عايز اقولها ان انت لازم تفهم المجال انفورميشن تكنولوجي ده فيه 3 حاجات لازم تكون حاططهم في دماغك. الموضوع مش تكنيكال بس. الموضوع مش انت تكون فاهم تكنيكال وفاهم كورسات، لا، الموضوع تكنيكال جدا، انجلش كويس، برزنتيشن وكوميونيكيشن سكيلز. لازم تكون منظومه على بعضها، ما تروحش تتجه للحاجات التكنيكال وتذاكرها وتهمل الاثنين التانيين، لانهم مهمين جدا بالنسبه للناس اللي عايزه تجوين في الشركات المالتي ناشونال. خولي. انا رسالتي ان احنا محتاجين بجد ان مصر يكون لها نشاط هي رائده فيه، زي ما كنا رائدين في زراعه القطن زمان مثلا. اعتقد ان هو النموذج الامثل حاليا المطابق لاحتياجات العصر ان احنا نكون ممتازين في الاي تي. فعشان كده عايز الشباب تاخد الاي تي كصناعه قوميه، صناعه وطنيه نصدرها للعالم كله. وبسرعه هقدر اقول ان اغلب الشركات العالميه في مجال التكنولوجيا دايما بتحترم مصر. يعني الفيسبوك المقر الرئيسي للشرق الاوسط في مصر، ومايكروسوفت كانت لفتره كبيره جدا المقر الرئيسي في مصر، وبتحترم الاستثمارات في مصر لان احنا اعمالها مش غاليه وذكيه جدا. فيا ريت يا ريت الشباب ياخدوا على عاتقهم فكره ان الاي تي تبقى الصناعه الرائده في مصر. شريف. الحقيقه انا بس بأناشد فعلا لو حد سمعنا من المسؤولين او في الحكومه ان هم احنا طبعا لنا شويه خطوات هنروح نقابل ناس ونقعد معاهم، بس يا ريت ان هم فعلا يستجيبوا للافكار اللي زي ديت، لان احنا ده حماس نابع من جوانا. احنا كان ممكن كل واحد فينا يروح يشتغل في الشركه بتاعته او شركه مالتي ناشونال يقبض مرتبه، او يشتغل بره او يستثمر مع نفسه. لكن احنا فعلا عايزين نعمل حاجه من اللي احنا اتعلمناه نخدم بيه بلدنا. فيا ريت لو حد سمعنا يضع الامور يضع الامور بالظبط كده في نصابها. شرفتوني ونورتوني. محمد سعد، احمد الخولي، شريف الرويني، استشاري ونظم معلومات. بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله موفقين. واعتقد ان لما بننادي وبنقول ان البحث العلمي مهم،
برضو بنأكد وبنقول ان التكنولوجيا مهمة جدا. ازاي يكون عندنا دور مهم في المجتمع المصري والعربي والعالمي من خلال التكنولوجيا؟ أرب بلوك بدأت الخطوة اللي احنا محتاجين من حضراتكم ان كانوا مسؤولين، هو مساندة الفريق على تحقيق الهدف الكبير اللي هو بيأمل فيه، ان هو وضع مصر في المكانة العالمية، او المستثمرين ان هم يبقى لهم دور مهم جدا مع مساندة الشباب اللي عندهم افكار مختلفة عن كافة الافكار الاخرى. بشكركم جدا. مش مواعيد البرنامج جمعة سبت حد اثنين من الساعة 4 للساعة 5، والاعادة من 2 ل 3 صباحا. بقول للسادة المشاهدين السلام عليكم. شباب على الهوا، شباب نتجمع سوا، شباب